محمد الحاج محمود، وراني خضيره، الياس سعد، سيباستيان تونكتي، لؤي بن فرحات، شنية ومحمد علي بن رمضان وفرجاني ساسي وحازم مستوري. لا عاد لا لا لا, لا. كيفاش بتفطروني تو ما تو؟ نعم تنويع، هاي كورة، هدف، الثاني كورة كثيرة والموزع حسام يشتريها. السلام عليكم، والله يعينكم شباب، شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. بالطبيعه اليوم باش نحكيو على اخر اخبار المنتخب الوطني التونسي. فما برشا جديد، وخاصه الملاعبيه اللي ينشطوا في اوروبا. جموعه تعرف شنو يما الرحميني تمركي فهمتي بونطوات بوها على خوه مصلي على النبي. باهي ما تنساوش بالطبيعه اللايك والاشتراك في القناه. اي عاد الولاد خلينا نوصلوها 10,000 مشترك بجاه رب. غريبه والله القناه القناه فيها 3500 مشترك، والمشاهدات هاكم كيما تشوفوا 7400، 12000 مشاهده، 5000 مشاهده، 11000 مشاهده. غريبه والله، هذه عباره ما صارت برسوليه. قناه يوتيوب فيها 3000 مشترك والمشاهدات ب 5000 و10000 و12000. حسي الولاد اي الولاد بجاه ربي خلينا نوصلوها 10000 مشترك قبل العيد. باه خلينا نشوفوا بالطبيعه الخبر الاول. هاي سيدي، بعد ارتفاع القيمه التسويقيه لسيباستيان تونكتي. سيدي اليكم اغلى 3 لاعبين في تونس حاليا. هذوما 3 ملاعبيه فهمتني، اغلى ملاعبيه عندنا في المنتخب الوطني التونسي. منتصر الطالبي 7 مليون يورو، حال هذاك الباترون حنا باع المجبري 14 مليون يورو، واسماعيل الغربي 7 مليون يورو. اما خساره اسماعيل الغربي تو يجي 8 ولا 9 ماتشات ما لعب حتى دقيقه، لعب يمكن كلهم يمكن نصف ساعه كهو في 8 ماتشات. غريبه والله غريبه. انا برجوليه عندي عقده مع الانترونورات نتاعك الجمعيات اللي برا، يفيقوا بواحد هكا عندي يدوب خبوه عنده الريحه نتاع اسم عربي ولا جنسيه عربيه وكذا، يدكوا هكاك يحاول يحطموا. علاش والله ما نعرف. غريبه والله، لازم يشوف حل البرجولي اسماعيل الغربي. باه خلينا نشوفوا الخبر اللي بعده. مصادر منصه وين تكشف هويه عدد من اللاعبين الذين وجه لهم المدرب صبري اللموشي الدعوه للمشاركه في المعسكر. شكون هما الملاعبيه حسب رايكم؟ هيجي نقراو الخبر. سيدي، شكون هما الملاعبيه؟ مدرب تونسي يضبط قائمه معسكر مارس. بدات تظهر القائمه برجوليه. شمل الدعوه الاوليه عده اسماء بينها عندكم علاء غرام المحترف في نادي الشختار. اضافه لؤي بن فرحات متفاهمين فيه. يان فاليري هكا تو هذا حديث. وشكون اخر؟ منتصر الطالبي هذاك عاد الله خير عاد. مدافع لوريون الفرنسي وعلي العابدي. هذوما توا فهمتي عيط لهم في المضمون. كما ضمت قائمة تونس الأولية كل من أمين شرني محترف في الدوري التركي، عمر رقيق عيط له زادة، آدم عروس كيف وشكون آخر زميله في الفريق مرتضى بن وناس. في المقابل لما يتلقى المدافع ديلان برون المحترف خاطر عنده ضربة ذاك فهمتوا. أنا خفت برجولي عيط لك اسمه الأحرف ياسين برياح في بلاصة برون. دعوة أولية بسبب الإصابة التي يعاني منها. متفاهمين. ومن جهة أخرى تلقى عدد من لاعبي خط الوسط والهجوم الضرب الصحيح والضرب على غرار أنيس بن سليمان، حنبال المجبري، الياس الصخيري، محمد الحاج محمود، وراني خضيره، الياس سعد، سيباستيان تونكتي، لؤي بن فرحات، شنية ومحمد علي بن رمضان وفرجاني ساسي وحازم مستوري. لا عاد لا لا لا, لا. كيفاش بتفطروني تو ما تو؟ شنية بن فرحات، محمد علي بن رمضان، فرجاني ساسي وحازم. خسرتوه هذا بالله غنعاود نقرا الخبر، اقسم بالله العظيم مانيش مصدق. ومن جهة أخرى تلقى عدد من لاعبي خط الوسط والهجوم دعوات أولية أيضا على غرار أنيس بن سليمان، حنبال المجبري، الياس الصخيري، محمد الحاج محمود، راني خضيره، الياس سعد، سيباستيان تونكتي، لؤي بن فرحات. والله عيط له محمد علي بن رمضان وفرجاني ساسي وحازم مستوري. اسماعيل الغربي خلي العيار هذوكم متفاهمين فيهم. شفتوا هذا معلم مش يعمل هنا. حول ولا قوة إلا بالله. اكتبوا لي الولاد في التعليقات شنو عندكم تعليق، اكتبوا لي تراه ما عندي بنقول باش خرج قمه من فمي نفطر روحي ونفطركم معايا وتسمعوا كلام زايد وكذا. خليني عاد مسكر جلختي خير. حول ولا قوه الا بالله. عرفتك كيك يبدا الدنيا كل ماشيه مريقله يجي في الاخر فهمتني يحاول فهمتني بلبس الدنيا كل. يا ولدي سي صبري اللموشي راهم مارك هذوما راهم باش يهردوك، راهو باش يخليوا 12 مليون تونسي يسبوك. سيب عليك منهم شنو باش يصير لك؟ باش يخرجوك ما يخرجوكش، فما كونترا فما كذا تخرج علينا محمد علي حاشا اسمه محمد علي بن رمضان والساسي ومستوري. فك عليك منهم شنو الحال هذه؟ هاي كيفاش ندوروها تو هاشتاج لا محمد علي بن رمضان والساسي؟ قداش منا احنا بجاه ربي قداش نقعد نقصيو فيكم؟ شنو الحاله هذه؟ ما عملوا حد شيء. كم سمارك هذوما ما عملوا حد شيء. المنتخب التونسي ما عملوا حد شيء
ما عندهمش الروح هذيك. تو اللاعبيه باش ترى كل باش تلعب اول مره في ليكيب ناسيونال، باش تلعب في الكوب دي موند اول مره. عندهم الروح، عندهم هكاك الجرين تا كل. جايب لي مارك هذوما تيما لعبوا قدام الجماهير وكذا، ما عملوا حتى شيء، ما وصلوا. حول ولا قوه الا بالله. خليني ساكت انا اخي، ما واحد فسد صيامه. حسب مصادر وين فان هذه دعوات تبقى اوليه فقط. بدا يسلك فيه ولا تعني بالضروره الحضور في القائمه النهائيه. هكاك لعبونا على اعصابنا، تعرف شنو كيف محب. برا بصحتك يا صبري اللموش، هاني مبلع جرقتي، هاني سكر فمي. نشوف الخبر اللي بعده. رغم تألقه اللافت هذا الموسم، ورغم انه يعد افضل هداف تونسي من بين جميع اللاعبين التونسيين المحترفين في اوروبا، الا ان اللموشي فضل توجيه الدعوه الاوليه لاسماء اخرى في الخط الامامي. معناها حسب كلام صحيفه وين فما جوار متالق ويماركي وكذا ودرا شنو. سي صابري لموشي بعثوا يشيط ما عيطلوش وعيط لبلاصتو اخرين. خلينا نشوفوا الخبر هيش تراه، ندخلوا اكثر تفاصيل. افضل هداف تونسي في اوروبا خارج قائمه اللموشي. اشكون السيد هذا؟ منتخب تونس المهاجم عادل بالطيب لم يحظى بدعوه اوليه للانضمام الى المعسكر المقبل لنصور قرطاج نهايه مارس. الاولى انا مانيش متبعه عادل بالطيب، اكتبوا لي فتومه في التعليقات شنو جو باهي سافا. اكتبوا لي انتم في التعليقات اذا صبري اللموشي غلط ولا عنده الحق. كهو نحيو العاطفه، نحيو الدنيا كلها خويا، الناس كل نجريو في جرد مصلحه المنتخب الوطني التونسي. اكتبوا لي انتم في التعليقات هسي عادل بالطيب امور واضحه، معناها ظلموا ما ظلموش، فهمتني. وتشوفوا عاد الكومنتات شكون معناها الراي معناها اكثر الناس معناها جايين مع صبري اللموشي والا كونتر صبري اللموشي في القرار هذا. خلينا نشوف الخبر اللي بعده. سيدي هدف تفرجوا في بونتو بن فرحات، والله بونتو اتفرجوا هاي قعدوا معايا. هذا صاحبه هذا لوج الراف ما يرحمش. ملاوينكم قدام الكاج والله ما يرحمها جمله. ملاوينكم توما ما يلعبش السيد لا ما عنده كي يصب لي نشرب هاوك ديريكت. ارجع قال لكم ارجعوا نزيدوا ماركيو بونتو واحد باس 2 3 دار الراف حطها ديريكت هاوك، لا تقرا لا تكتب هاوك. الجارديان حطها له في 90 زاد 1 2 3. ان شاء الله نشوف المنتخب التونسي يكور هك في الكوب دي موند كيف فهمتوا. الناس كل تصيح وتعيط واحنا في القهاوي دجوا الدنيا كل نصيح ونعيطوا ويا حسره والله يا حسره والله متوحشين فرحه كيما هك. برا ولاي بن فرحات ربي وجهك خير وان شاء الله خويا تفرحنا. رانا زواوله، رانا مستوحشين، رانا فرحه الله يرحم والديك، رانا من نكسه لنكسه، رانا حلتنا حليله. راه ما عندكش فكره تقشتنا في الكوبارابل هنا، ما عندكش ولا فكره. اي نقعدش كل مره كل فيديو انا كعر ونعاود على فاستك تقشتيل هذاك. ان شاء الله هذاك ان شاء الله البريود هذيك تكون لي انا اخر تقشتيل. هنشوف الخبر اللي بعده. بصفة رسمية المهاجم التونسي الفرنسي عادل بالطيب محترف في الدوري الروماني خارج حسابات الناخب الوطني. وكالعادة بالطيب متواجد ضمن القائمة الموسعة المنتخب الوطني التونسي، لكن يبدو أن اللموشي خير ثلاثي قبله على غرار لؤي بن فرحات، ريان اللومي وفراس شواط. بدها لنا بك محمد علي برمضان فرجاني ساسي عيط لهم فبني باش يشوفهم زيد تكمل فبني. عيط الفراس شواط في بلاصة اسمه هو عادل بالطيب. لهنا انا خويا مخي بدا يدور. بديت نشك يا سي صبري اللموشي رانا عاطين فيك الثقه صدق ربي لقينا اونترنور فهمتني يخدم من راسه ما يتحكموش فيه. برمو بداو يضغطوا عليك وبداو يتحكموا فيك. هاني انا تو مسبق الخير وهاني مبلع جلغتي. مانيش نتكلم تو ان شاء الله الفيديوهات الجاي كل ما تقرب القائمه تو تشوفوا العرض كيفاه. خلينا نشوفوا الخبر اللي بعده. البوندسليغا الثانية فريق شنية ينجح في تحقيق التعادل مع ضيفي فريق بنتيجة 3-3. المهاجم التونسي لؤي بن فرحات لعب لقاء كامل وكان سجل هدف جميل في دقيقة 68 وتحصل على تقييم 7.2. كاو سيد بلاصتو تعيد في المنتخب. نشوف الخبر اللي بعده. بالتنسيق مع الناخب الوطني صبري اللموشي التقى مساء اليوم مدير رياضي زياد الجزيري وشكون بعمر رقيق. هاكا تفاهموا كذا والسيد فهمتي يحب يجي المنتخب التونسي من قلبه، معناه مش الجماعه اللي يفلموا كذا لا من قلبه من داخل يحب المنتخب الوطني التونسي. سيدي بمشاركة سيباستيان تونيكتي سلتيك يفوز ضد غريمة التقليد. شنو غريمه التقليدي وشنو رينجرز بركلات ترجيح. تعرفوا انتم السلتيك وهذا والنادي اللي معاه حسوس كيما عندنا احنا مثلا الترجي والكلوب ديما يتعاركوا فهمتي على المرتبة الأولى قبل هذا فهمتني. حتى تو هاي بدات بين الترجي والافريقي هما كيف زوز الكيبات هذوما فهمتني يتعاركوا شكون فهمتني باش يهز البطولة ويبلغ نصف النهائي كأس اسكتلندا.
هنشوف الخبر اللي بعده. ايوا عمكم سيباستيان تونيكتي بعد ما لعب الماتش الجماهير كلها هبطت له. تتفرج شوي هتفرج بداها الجمهور الاول يهبط. ايوا هاك فلامات فهمتني ماكله بعضها وهبطك الجمهور كله كل لابسين ديكاكول وكل فهمتني وهبطوا ويا ستار تستر. يا جماهير الله يرحم والديكم برا ودقدقوا الدنيا كل ريقلوا اموركم. هاكا دقدقوها الدنيا كل تيران كسروه اعملوا اللي تحبوا تعملوه. سايبوا كالطفل هذاك راهو مازال رانا زواوله رانا في حاله برا مشيو تظاهروا بعيد ومشيو كسروا الدنيا بعيد. سايبوه كالطفل الله يرحم والديكم برا مشيو يلعبوا بعيد. لا نخرج تو كلام زايد تو برا مشي العبوا مشيو تظاهروا كسروا هاك البوليسيه برا. سايبوا الطفل هذاك سيباستيان تونيكتي سايبوه الله يرحم والديكم كاو. باه هاي سيدي مهاجم تونس الجديد لؤي بن فرحات. هتفرج شوي وين البونت نحى مريو تو ضارب وطلع نحى مريو ضرب واحده وضرب كارتون جون. خذا ورقه صفر راس الجول ما يرحمش قدام الكاج. ما تقوليش كذا يضيع وكذا فهمتني. كيما المارك اللي عندنا في الكيب ناسيونال في الكوب دافريك كلك يجي قدام الكاج فهمتني. بيتكيك ساقيه يولي يسوس يسار السيد هذا ما يلعبش قدام الكاج يحط الكره في الشبكه كاو. هاي سيدي بسم الله ما شاء الله. هي بأرقام مرعبة وأداء خيالي لؤي بن فرحات يفرض نفسه نجما فوق العادة في الملاعب الألمانية. من عام 2007 في آخر 3 مباريات 4 بونتوات ماركة تمريرة حاسمة معدل تقييم 8.1. صبري لموشي أمامك لاعب برايم وجاهز للتحليق كاو خويا. باه ونشوفوا بطبيعة الخبر الأخير. عمكم حسين ونيس بسليمان تعرف شنية تهز عبد حط عبد آخر. سبحان الله سبحان مغير الأحوال بالرسمي. السيد هذا حط في قلبه حط في مخه حط في ساقيه كل شيء. تهز عبد حط عبد آخر. فكرتوه بن سليمان وقت ماتش تونس البرازيل وقت خسرنا 5-1 ولا قداك طزينا كليناه وكل فهمتني. غير تو بن سليمان اللي هو تو لا علاقة. باه لنا وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا لكم على حسن المتابعة يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم. وبالله يا الولاد تعملوا مزية خلينا نوصلوها الشان ل10,000 مشترك فهمتني. راهو غريبة كيفاش قناة 3000 مشترك والمشاهدات 7,000 12,000 هذه عمرها ما صارت في اليوتيوب غريبة والله. نشوفكم ان شاء الله فيديوهات الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.